الله عليك يا سالم يا جامد. اسمك ايه؟ انت وزنك كام؟ يا خراب يا خراب. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. معقول؟ يلا. يا سلام. تعالى. الجمال ده. انت جميل خالص. ايه ده؟ يا ابن الصايع. انت شكلك جميل انت جميل. ايه ده؟ سالم. سالم. في ايه؟ بطني بتتقطع. مالك يا عمر؟ بطني بتتقطع. تعالى دخلني الحمام دخلني الحمام. ادخل تعالى. في ايه بس؟ بطني. انتوا هتفضلوا محرقين لي ولا ايه؟ جرى يا رز؟ ما تكلمي الاسعاف، الواد بيموت جوه. اوكي. ايه؟ لو بيكونتيلو استنفورو. انا شفت كل شيء. انت ما تمشي قبل ما نفهم شو عم بيصير. وموضوع الاسعاف تركي علي انا بتصرف. اوكي خلاص، انا كلمت الاسعاف وهم هيجوا حالا. ربنا يستر بقى، ما يجرموش اي حاجه. ريلاكس، مش هيحصل له حاجه. في ايه؟ ديفيد، بدي سيارة اسعاف مع طبيب من قبلنا، بيروح على اوتيل دودوني غرفة 107، بيشوف ولد مصري. ما بدي اياه يروح على اي مستشفى، وما بدي ابدا السفارة المصرية تعرف بالموضوع. فهمت؟ شالهم. ايه؟ تمام؟ روح تساعد مني. روح تساعدني. تفتكر حالته خطيره للدرجه دي؟ هيبين. يا رب احنا جنبك اهو، مفيش يا حاجه. رب. Υπάρχει πιθανότητα να είναι δηλητηριασμένος από το πολύ αλκοόλ. ده بيقول لك ممكن يبقى عنده تسمم كحولي. طب ما تقولي له كلنا شربنا ومحدش حصل له حاجه. Olivier Piamet, από το είδο ποτά, και δεν πάθαμε τίποτα. Υπάρχει πιθανότητα να μην έχει συνηθίσει το πολύ αλκοόλ, γι' αυτό θα του δώσει και μια ένεση για να τον ξεκουράσει. بيقول لك شكله مش متعود على الشرب وهديله حقنه مسكنه. ماشي. Πάντως η ένεση θα τον κάνει καλά. Θα ήταν καλύτερα να τον αφήσετε να ξεκουραστεί και η ένεση που του έδωσα θα τον κάνει να κοιμηθεί. اتخارستو. ευχαριστώ. بيقول لك لازم نسيبه يرتاح، الحقنه اللي خدها هتخليه ينام. ربنا يستر بقى. طب احنا دلوقتي مش كنا سيبناه يروح معاهم المستشفى؟ على الاقل هناك هياخدوا بالهم منه، لكن انا هنا لوحدي علوص. انا بنفذ التعليمات وانت كمان لازم تنفذها بحذافيرها. اوكي؟ اوكي، بس على الاقل نكلم الدمنهور، هو برضه معرفته لازم يعرف. الو. مين؟ معقول يا سالم في حد يتكلم في وقت زي ده؟ عمر؟ ماله عمر؟ بتقول ايه؟ يا نهار ابيض! عنوانك فين عشان اجي لك بسرعه؟ فندق ايه؟ عارفه. Παρακαλώ, ζωμάτιο του Σάλεμ Πονί. Σάλεμ. Τισαΐνι με αυτόν τον Σάλεμ. Σωμάτιο 107. الله يلعنك يا شيخ، هو ده حمل خمره ولا شرب؟ هو انا يعني ضربته على ايده عشان يشرب؟ ما هو اللي شرب، هو مش متعود.
وبعدين انا قلت لك الدكتور قال لي انه هيبقى كويس الصبح. اهو الصبح طلع وهو زي ما هو اهو. عمر. عم حوده، انت اللي جابك هنا؟ يلا قوم البس عشان تمشي معايا. يلبس يروح فين؟ ما انا قاعد جنبه اهو. ما دي نتيجه قعدته معاك اهي. طب انا دماغي مدروخه خالص مش فاهم ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل ان قعدتك مع الواد البايظ ده هتخلص عليك. يلا شد حيلك وقوم البس علشان اخدك معايا على البيت. لا انا تمام هنا يا عم حوده. مفيش حاجه اسمها لا وتمام. انت امانه هيحاسبونا عليها اهلك اللي في مصر. طلعنيش عيل بعد شبتي. حاضر يا عم حوده، هاجي معاك. حاضر. حاضر ايه يا عم انت؟ لا طبعا انا مش هينفع اسيبك تنزل وانت في الحاله دي. خلاص بقى سالم. اي نعم عينيا مسجلله وجسمي منمل، بس مش هموت يعني. الله، طب وانا هطمن عليك ازاي بس؟ اديك عارف البيت والتليفون كلمتني عليها بالشهامه. اسند عليا يا عمر. اجيب بس الشنطه يا عم حوده. لا سيب لي الشنطه. طب استنى، انا هاجي معاكم. مش هينفع يعني اسيبه وهو عامل كده. الحمد لله، نبض والضغط طبيعيين. كتير منيح انك استفرغت اول ما حسيت بالتعب. هي جت من عند ربنا كده يا دكتور. طمنت يا ستي؟ او الدكتور اللي انت جايباه طمنك وقال لك انه هيبقى تمام؟ هو الحمد لله معلش تمام، واحنا بنقول الحمد لله في الحلو الوحش، صح يا خدي؟ بقت عفريته من ساعه ما اتعلمت عربي. ولو ان يعني ما جاب الدكتور ده اتهام المدام ليا ان انا قصرت مع عمر لما كان عندي، بس تمام. انا هعديها عشان عارف ان نيتها خير. زيادة الخير خيرين يا سالم. بعدين الدكتور غسان مش غريب، ولا ايه يا دكتور؟ ايه طبعا، ولو هيدي مجموعة مقويات وفيتامينات بياخدها مع الأكل والشرب، بس يكونوا دافيين. إيه؟ أكيد. الحمد لله على سلامتك يا عمر. ما كانش في داعي للتعب ده كله. ولا كأني سمعت حاجة. هو مين اللي بيتكلم هنا؟ يلا ألف سلام عليك يا رب. يلا بخاطركم. مع السلامة. شكرا يا دكتور. اتفضل حضرتك واحنا هنحصلك. يلا يا سالم عشان نجيب العلاج. يلا ايه؟ معقولة هنسيب عمر لوحده؟ الله. طب اغلط بقى عشان يقرشوك باسنانهم. كل الامارات دول وتقول لوحده؟ قصدي يعني هنسيبه لوحده معاهم. لا ده حقد بقى مش خوف على صاحبك. طب يلا يا اخويا عشان ما نتاخرش. يلا. عمر سلامتك، كده تقلقني عليك؟ الحمد لله على السلامة يا باشا. انت فاكر نفسك طالع رحله؟ تلعب وتسهر وترجع اخر النهار؟ انت ازاي تسيب المكان اللي احنا دبرناه لك عشان نبقى مطمنين عليك ورتبنا لك فيه كل حاجه وتعرض نفسك والعمليه كلها للخطر؟ انا عارف انه غلط، وانا برضو ما كانش ينفع اقعد في بيت الدمنهور يا باشا بعد اللي حصل. وايه بقى اللي حصل يخليك تتصرف بالشكل ده؟ واوعى تقولي انك اكتشفت انك متراقب، لان مفيش حد فينا هضم الموضوع ده. اللي حصل يا باشا ما ينفعش يتحكي وملوش علاقه بالمهم. مفيش حاجه ما تنفعش تتحكي، ومفيش حاجه بتحصل حواليك ملهاش علاقه بالمهمه. طب احلف يا باشا، احلف ان اللي هحكيه ده يفضل سر بيننا وبين بعض. كمل يا عمر. يا باشا ما ينفعش اخون الراجل اللي قواني في بيته. عمر انا جبت اخري منك. باشا انا دخلت الاوضه لقيت خديجه بنت الدمنهوري نايمه في السرير ولابسه لي قميص نوم. كمل. كمل ايه يا باشا؟ بس. وده اللي خلاك تسيب البيت بالشكل ده؟ يعني اخون الراجل اللي قواني في بيته ومن طرفكم؟ مهما حصل ما ينفعش تخالف التعليمات. باشا انا راجل وفي غربه، ابوس ايديك ما تقرص عليا اكتر من كده. مهما كانت دوافعك نبيله، الطريقه اللي سبت بيها بيت الدمنهوري ده غير قلقنا عليك، كان ممكن يشككهم فيك. يشكوا مين يا باشا؟ ده سالم فاكرني عايز ازنق البيت. ساعة لما شافك معاه في الميدان؟ الله. طب ما سعادتك عارف كل حاجه اهو. انا عارف من ساعه ما رجعت القهوه للدمنهوري، انما اللي قبل كده انا ما اعرفش عنه حاجه. طب سعادتك عارف ان سالم جاب لي نسوان علشان يصورك. طب والمصحف كنت عارف؟ وكنت عارف ان داني بيتفرج عليكم؟ لا النقطه دي ما اعرفهاش. طب احكي لي بقى ايه اللي حصل من ساعه ما قابلت سالم لغايه دلوقتي. طب ما فيش بق شاي؟ بق شاي.
الشقه دي مفروشه ولا ايه؟ لا، قانون جديد. اخيرا اول مره تفك من ساعه ما شفتنا يا باشا. وكان ممكن ما اشوفكش يا عمر ولا حد تاني يشوفك. عارف ليه؟ لان الغلطه بفوره. باشا ابوس ايديك بالراحه عليا، انا ملصم نفسي بالعافيه. لا 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 لا، انت مش ملصم نفسك، انت حسيت بنفسك. انا؟ ايوه عمر، انا قاريك اكتر ما انت قاري نفسك. نبرة صوتك وانت بتقول لي والمصحف انا كنت عارف ان هم بيصوروني فيها احساس بنفسك زياده عن اللزوم. طريقه سيبانك بيت الدمنهوري حتى لو وراه نخوه رجوله، لكن في حته ثقه زياده. ولو وثقت في نفسك بسرعه قوي كده تبقى دي بدايه النهايه. انا اسف في السؤال، هو سعادتك متشائم بطبعك؟ بالعكس، انا متفائل جدا بدليل اني جيت لك. هو سعادتك جيت ليه؟ علشان افوقك. خلاص يا باشا، مش كل شويه تقولها في وشي. لا، كل شويه هقولها علشان تفوق. عندك حق يا باشا، يمكن عشان اطمنت فثقتي زادت. لا 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 لا، مش يمكن ولا حاجه، انت فعلا ثقتك في نفسك زادت زياده عن اللزوم. خلاص يا باشا، مش كل شويه في وشي كده. لا، كل شويه في وشك كده علشان تفوق. طب انا فقت، ارفع ايديا يا باشا واتذنب؟ علشان احضنك. اخيرا. قول لي بقى، رحت بيت فين من ساعه ما سبت بيت الدمنهوري؟ في فندق معفن، اعفن فندق فيك يا مصر انضف منه. حد عارف انت نمت فين؟ سالم، لانه اصر ياخدني معاه الفندق بتاعه بايت معاه. علشان تبقى تحت عينه 24 ساعه. وده غلط؟ لا بالعكس، ده كويس بالنسبه لنا، علشان هو اللي هيبقى تحت عينك 24 ساعه. يا باشا بس ده عامل زي الفرق علوز، 24 ساعه بيون. ما تقلقش، احنا مراقبين كل تحركاته زي ما هم مراقبين كل تحركاتك. بق شاي بقى؟ بقين شاي. يلا. تعال. ايه البيت ده يا باشا؟ كام اوضه؟ كتير. دول المكلفين بمراقبتك واللي اكتشفناهم لحد دلوقتي. ولسه في تاني ولا يا باشا؟ لما هطلبوا منك انك تشتغل معاهم المراقبة هتزيد. بس هما ما يعرفوش مكاني فين دلوقتي. أكيد. الراجل ده لو كان جري وراك كان هيتكشف، بس أنت اللي جريت علشان ما تتعورش. تفتكر يا باشا سبوبة رجله جت في الخيال ولا لسه؟ تفتكر أنت إيه؟ والله يا باشا أنا شايف همسات ونظرات كده. أنا إحساسي بيقول إن رجله دخلت الخيال. إحساسك صح، من غير ما تتنفخ قوي كده. ماشي. إحنا لغاية دلوقتي ما نعرفش رجله غرزت لغاية فين. شطارتك بقى تجيب لنا المعلومة دي. وإيه تاني ساعتها؟ أنا عايزك تقرب من سالم من غير ما يحس إنك مدلوق عليه. أقرب منه أكتر من كده يا باشا، ده أنا قاعد معاه في أوضة واحدة. ده لو أخويا ابن أمه وأبويا ما كنتش هستحمله. ده أكيد مصطفى جاب الأكل، خليك أنت.